شوفوا هذا المبنى الصيني اللي وراي بتفكروه معبد، بس لا، المفاجأة انه هذا جامع، وما بس جامع، عمره 1200 سنة. هو الأكبر والأقدم الموجود بالصين في مدينة شيان، هي عاصمة طريق الحرير. بنى التجار المسلمين عام 742 ميلادي لأنه كانوا يجوا على طول على طريق الحرير، وهذا ببين اندماج الحضارة الصينية والإسلامية سوا. هذا الجامع مختلف عن أي جامع بالعالم، يعني ما في قباب، ما في مأذنة، بالعكس شكله هيك تصميمه كلياته صيني بحت، كأنه معبد صيني، يعني أسقف مايلة، زخارف تنين، والألوان غريبة. بس من جوا غير حكاية، آيات قرآنية محفورة بالخط العربي، محراب ومنبر وأعمدة خشب ضخمة كتير كبيرة. كل زاوية فيه بتمتزج الزخرفة الإسلامية مع الروح الصينية. والمسجد مساحته 12,000 متر مربع، في عنده 4 باحات، كل هيك حدائق هادية، يعني تحس حالك هيك عم مهدولك الطريق لتوصل لقاعة الصلاة اللي بتساع 9000 مصلي. مسجد شيان الكبير هو ما بس مكان العبادة، هو تماما قصة معمارية من 1200 سنة، فرجينا كيف دخل الإسلام وامتزج مع الحضارة الصينية. فبتلاقوا المسجد من برا شكله عن جد صيني، ومن جوا محافظ على روح الإسلام العربية الحلوة. اكتبونا بالتعليقات شو رأيكم بهيدا الجامع، وعملوا فولو لنشوفوا فيديوهات أكثر عن الصين.